اهلا بكم خوتي خواتاتي الغاليين، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير وعلى خير. نتمنى نتلقاكم هذا الفيديو او هذا الفلوق هذا في احسن الاحوال والظروف، وتكوني على خير وبخير وما يخصكم خير ان شاء الله. اليوم كيف ما عودتكم دائما كنشارك معكم الخرجات او لا مهم فلوقات، اي حاجه هكا تدخل البهجه والسرور على قلوبكم كنحاول انني نجيبها لكم، وكذلك يعني من باب المعرفه ومن باب اننا نفيدو ونستافدو. بالنسبه للناس اللي مهتمه وكتبغي يعني تزور الاماكن والمناطق، فانا كنحاول نقرب لكم الصوره اكثر. هنايا ديجا انا شاركت معكم هذه المدينه الجميله اللي هي مدينه صفرو، ولكن ما بارطاجيتش معكم بعض الاماكن اللي منها من بينها داك الضريح ديال سيدي علي بوصرغين، وكذلك داك الاطلاله الجميله ديالو، وداك الفندق اللي كيقرب له، يعني اللي حدا داك الضريح. هنا غادي نجي نشارك معكم عفوا الطريق ديالو. فاحنا رحنا فتناها ولكن ما شفناش الفلاش ودرنا الرومبوان وحنا راجعين لها. غادي نشارك معكم صراحه واحد المنظر غزال غزال غزال. يعني الفيديو اللي قبل من هذا اللي كنا مشينا لصفرو، يعني السابق، السنه الماضيه او لا ما كملاش سنه هذه، باش يعني غير في الصيف وقيله كنظن. ماشي في الصيف، ماشي في الصيف، مهم بالضبط، مهم غادي تكون هذه شي 6 د الاشهر باش شاركت معكم فيديو في صفرو، ولكن صورت معكم الشلال اللي معروفه به المدينه، ومشينا لدوك الحدائق ديالها، من بينهم داك حديقه زندق وحديقه جنان حب الملوك. فهنايا رحنا في طريقنا غاديين باش نعمروا ميها واحد العين سميتها عين لاله رقيه. وكما كتشوفوا هاد المناظر الجميله الخلابه اللي كت بحال رحنا في شي منطقه في الشمال، بحال رحنا في طنجة او تطوان. صراحه هاد المناظر عندهم توما غزاله في مدينه صفرو، لان معروفه حتى هي مدينه خضراء بالمساحه الخضراء ديالها، بعراقتها بثقافتها. صراحه مدينه زوينه زوينه بزاف، انا يعني كنرتاح فيها. هي من بعد إفران ومزار وأزرو، حتى هي صراحة مدينة جميلة جميلة جدا، لأن حتى هي جاية عالية وفيها الخضرة فيها الماء. مهم أنا كيف سبق قلت لكم أنا غدا احنا غاديين في طريقنا، كنشارك معكم حتى الطريق ديال هاد العين بالنسبة للناس اللي كتبغي تعمر لميها. زوينة وحلوة. فهذا واحد المسجد في طريقنا زوين صراحه، حتى هو واحد الهندسه معماريه فيه غزاله. ودابا غادي نوصلوا ان شاء الله، غادي نعمروا المياه ديالنا، ويعني ما كتبعدش هاد العين على الضريح، فقط اننا كنطلعوا وكنعمروا ونوليو نرجعوا ندوروا على الشمال، كنلقاو داك الضريح ديال سيدي علي بوصرغين. هنا شي شويه الماء قلال كي كتعرفوا نظرا لقله المطر ولهذا المناخ هذا اللي تبدل سبحان الله. حنا دابا رحنا في شهر 10، واحد الحراره الله يكون معنا وصافي. وبعد ما عمرنا الميها فزنا غير واحد شويش وكنلقاو الضريح، فهو هذا الضريح ديال سيدي علي بوصرغين. كيف سبق وقلت لكم انه عنده واحد الموقع استراتيجي زوين، وكذلك داك الاطلاله ديالو زوينه زوينه بزاف. انا انتم غتشوفوا معايا كتطلع على المدينه. بعد خصوصا بالليل ملي كيشعلوا الاضواء ديال المدينه كيبان واحد المنظر اخر، كيكون هكذا متنفس بالنسبه خصوصا للساكنه ديال الصفرو، يعني الصفراويين كيبغيو يجلسوا هنا في هذا السور هكذا ويتمنظروا في المدينه ديالهم. يعني كتبان ديك الخضوره ديال يعني عندها واحد المساحه خضراء اكثر من البنايات كيف ما كتشاهدوا. هانتوما ما شاء الله مدينه غزاله ورائعه، كيف ما كتميز بالعراقه ديالها وتقاليدها حتى هي، يعني راه مدينه يعني عندها اصولها وعندها كيف كنقولوا تاريخها. وهنا كذلك من بعد ما غادي نصور معكم هذه الاطلاله الجميله، غادي نبارطاجي معكم حتى الضريح من الداخل. بما اننا جينا لهاد البلاصه فضروري انني نصور معكم الضريح. انا ماشي من المهتمين بهذا الشيء ديال يعني السادات وهذا الشيء ديال الضواريح، وانما فقط من باب المعرفه انني غنصور لكم الداخل، ولو انني شفت بعض التقاليد اللي هي صراحه
منافيه للدين ديالنا، وانما انا ما غندخلش معكم في هذه الحيثيات هادو، فقط انني كنشارك معكم الاماكن اللي كنمشي لها والبلايص والمناظر الجميله. انا فقط عجبني المنظر وعجبتني يعني الضريح الموقع ديالو. فيعني هاد الضريح راه متبرأ من دوك الناس اللي كيديروا هاد الشعوذه هكا وهاد الشيء، وانما كل واحد وكيف كنقولوا ليه الله كل واحد الله يهدي ما خلق. هذا هو الضريح. هانتوما عنده جوج الابواب، عنده الباب من لهيه والباب من الدريجات كيف ما كتشوفوا. كاينين الناس اللي كيجيو يزوروه، ماشي بانك تزور ضريح وترحم عليه، ولكن العيب هو انك دير شي طقوس اللي كتكون كيف كنقولوا شيطانيه بهذا المعنى هذا، لان كاين واحد الاماكن اللي كيتبركوا فيه وكيشعلوا فيه الشموع كيف كيقولوا له هذا، كيقولوا له الباطوار او لا، ما عرفت عنده واحد السميه، سمعت واحد السيده كتقولها. دوك الاضحيه كيقولوا ليه القرنه. هاد البلاصه هذيك بالضبط هانتوما انا غادي نفتح هاد الباب. انا فقط بغيت نوريكم. هانتوما كيشعلوا فيها الشموع، وكذلك الناس اللي كتجيب هكذا شي دجاجه اولا شي ديك كحل اولا شي حاجه كيذبحوه تما. يعني انا متبرئه من هذا الشيء. انا فقط كنوريكم. وانا بالخصوص اللي عجبني بزاف هو هذا لوطيل هذا، وبغيتكم تزوروه والا جيتوا لهاد البلاصه تقهواو فيه. بصراحه مزيون الاطلاله ديالو، ولو انه شويه تهمش ما بقاش، لان هذا الضريح بالضبط ما بقاش الاقبال عليه بزاف كيف كان يعني واحد الفتره زمنيه. شي شويه هذا الاوتيل ما بقاش عليه يعني اقبال، فهملوه. ولكن هو راه ما يستحقش الاهمال. اوتيل غزال لان الموقع ديالو جد رائع، وكذلك زوين. يعني راه فقط خصو شي شويه ديال اعاده النظر. كاين باقي الناس يعني الناس المدينه كيجيو يتقهواو فيه، ولكن داك الشيء قليل. مهم هذا هو السفلي، ماشي السفلي، هذا الطابق يعني اللي فيه لي شومبر وفيه لا ريسبسيون ديال لوطيل. انا صورت لكم من الداخل، صراحه مزيون. والفوق كذلك هو اللي عنده ديك الاطلاله عجبتني بزاف. خصوصا بالليل ملي كيشعلوا اضواء المدينه كيبان داك الشيء. نتوما كما كتشوفوا يعني هذا لوطيل كيحب التقليد، دايرين فيه جليج بلدي ودايرين فيه داك الشيء يعني هكذا تراثي. وانا فقط كنشارك معكم داكشي الاماكن اللي مشيت لها، بلايص اللي مشيت لها، وكنقربكم من هادو هما الدرجات حتى هما دايرينهم زعما بجليج بلدي وداكشي هكذا تقليدي. ومن هنا عاوتاني كاين الدرجات اللي كيطلعوا لا طيغاس الفوق، ماشي طيغاس وانما مسقفه، ماشي عريانه، وانما كتطل على هانتوما هاد الساحه الكبيره هادي كيف ما كتشوفوا. الساحه هادي كبيره بزاف. غادي عجبني واحد نشيد على الصحراء كاتبينه تما، غادي نصوره معكم. انا غادا باش نصور معكم هذاك داك النشيد اللي دايرينه على الصحراء. والحمد لله المغرب ديالنا راه فيه كل خير، واي مدينه وباش كتمتاز وباش كتميز. هانتوما وصافي، هذه هي الفوق ديال لوطيل، هذه هي الدخله الباب. هذا هو هذه لا طيغاس اللي قلت لكم. شي شويه كيف سبق قلت لكم لوطيل شويه مهمش لان ما بقاش عليه اقبال هانتو، ولكن صراحه كتلقاي فيه راحتك، يعني ما فيش الناس بزاف. الا بغيتي الكالم والهدوء فعليك بهذا المكان هذا الجميل. والوليدات كيلعبوا في راحتهم يعني قدام عينك، ما كتغفلش عليهم عينك. وهذه هي الجليسه. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، وكانت هذه هي لا فيديو اللي شاركت معكم. نتمنى انها تعجبكم وترق استحسانكم ويعجبكم المنظر. شوفوا كيف ما كتلاحظوا راه منظر جد رائع. يعني الواقع احسن من التصوير، يعني هكذا مباشره. الصراحه النظره فيه زوينه. وهنايا صراحه على فكره حتى القهيوه ديالهم راه ما شاء الله غزاله، قهوتهم رائعه صراحه الله. وهنا هانتوما كيف ما كتشوفوا كنشربوا القهوه ديالي،
واحد القطيطه حتى هي راه جات كتكسل ما خافت لا طيح لا والو، راه هنا العلو كذلك راه ما شاء الله عليها راه جالسه حتى هي كتشوف بعويناتها. او ما غاديش نمشي ان شاء الله حتى نصور معاكم بالليل. ها نتوما منين غيبدا يبدا يظلم الحال عاوتاني الغروب عاود منظر اخر. صراحه انا ما سخيتش بالجليسه عجباتني بزاف عاد. هانتوما راه هنا شعلوا الاضواء ديال المدينه ولكن باقي ما طاح الليل. ملي كيطيح الليل عاد كيبان اكثر. وملي غاديين هذا غنصور لكم حتى من الساحه ديال الضريح. ونتمنى ان الفكره عجبتكم وترحبوا بها ويعجبكم المنظر وتجيو لهاد البلاصه هذه. صراحه راه غادي تعجبكم بزاف كيف ما عجبتني انا. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، خصوصا الناس اللي متابعاني. وهنا على فكره كيحني والحنه اللي بغات تنقاش او لا شي حاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا الوليدات كيلقاو راحتهم كيجيبوا التروتينات ديالهم اولا بيكالاتهم اولا كره وكيلعبوا. كيف قلت لكم هاد المكان متنفس ديال الصفراويين كيجيو لهم هكذا خصوصا بالسبت والاحد ملي كيكونوا الوليدات جالسين يعني اولا شي عطله اولا شي هذا كيجيو كيجلسوا هنا وكيتمتعوا بهذا المنظر الرائع. فصراحه سعداتهم وكنحسدهم على هذا المنظر الجميل اللي عندهم في مدينتهم. والى هنا وصلنا لاخر الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعه. وكنشكر الناس اللي متابعاني وكتدعمني وكنقول لهم انا دائما ما نبخلش عليكم باي حاجه كنعرفها باي حاجه اي بلاصه مشيت لها فكنبارطاجيها معاكم. هنا رحنا في يعني صافي غادي نرجعوا في حالتنا. وهنا حتى كذلك المدينه ديالها زوينه راه كيف ما سبقت راني شاركت معكم المدينه القديمه ديالها في الفيديو السابق. هنا دخلت عند واحد السيد كيبيع داكشي ديال 5 دراهم ديال المواد التنظيف وداكشي. المهم خدينا ما تيسر منه. ضروري ناخذ الباروك من اي بلاصه مشينا ضروري ناخذ شي حويجه. وصافي كان هذا هو اخر الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعه والى فيديو لاحق باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه والى فيديو لاحق ان شاء الله.